تعالوا بقى أقول لكم على 3 أفكار للسمك. معايا 3 أفكار للسمك في الفيديو ده بطريقة سهلة وبسيطة، وأفكار هتعجبكم أوي لو أول مرة تشوفوني. أنا ياسمين. يا ريت ما تبخلوش عليا بالاشتراك لو لسه ما اشتركتوش في القناة، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. يلا بينا نسمي الله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أول فكرة عندنا، نعمل سمك بطماطم، صينية كده في الفرن بيطلع جوسي وفي منتهى الجمال. طبعا أنا بوريكم النهاية بتاعة صينية السمك مع طبق سلطة كده وشوية من الرز بالبصل. بتطلع أكلة ملهاش حل وطعمها حلو قوي. جربوها هتعجبكم قوي. معايا أفكار كتير وطرق كتير للسمك. أول فكرة معانا بتاعت السمك بصلصة. أقول لكم بقى أنا بسبك التسبيكة ازاي عايزينها تطلع معاكم زي المحلات بالظبط وطعمها حلو قوي. هاتي بقى حلة وانزلي فيها ببصلاية، بشوية زيت الأول قصدي، شوية زيت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فانزاتي الجمال اللي بتتابعوني، جبنا بقى بصلاية وقطعناها كده جوليان زي ما انتم شايفين، ونزلنا عليها بقى بتركة مهمة قوي عشان تكرملي البصل بتاع السمك. لازم تنزلي عليه ب- بمعلقة صغيرة من السكر، بتفرق خالص 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 في التسبيكة بتاعة الطماطم بتاعة السمك، بتخليها طعمها حلو قوي وبتديلها نكهة زي بره بالظبط، بتكرمل البصل معاكي وبتخليه مستوي كويس قوي وفي حتة تانية خالص. لازم التركة بتاعة السكر دي بتفرق خالص في البصل. وبعد ما نكرمل البصل، بصوا البصل بدأ يدخل في الكرملة، هننزل عليه بمعلقة صغيرة من دقة السمك. بتدي بقى نكهة بقى كده للتسبيكة وريحة حلوة قوي وانتي بتشوحي البصل كده بالدقة. طبعا كلنا عارفين دقة السمك، توم وفلفل وتوابل سمك وكمون وكزبرة وملح طبعا. بتشوحي بقى كله مع بعضه وبتسيبي بقى البصل يتكرمل. يلا بقى ما تبخلوش عليا باللايك، وانزلوا اعملوا بقى لايك للفيديو وشير كتير لو عجبكم الفيديو. كده بعد ما البصل اتكرمل معانا هنعلي التست بقى بشوية من فلفل الأحمر الرومي وشوية من الفلفل الأصفر الرومي. بتفرق برضو في صينية السمك، بتخليها طعمها حلو. ودي كانت أول بقى فكرة معايا، السمك بصلصة. طبعا بتقلي السمك بتاعك وتتبليه بالتتبيلة، وبعد ما التسبيكة بتتسبك بتحطي التسبيكة على السمك وتدخليها بقى في الفرن. هي أهم حاجة إن انتي تظبطي التسبيكة، هي دي أهم حاجة. وبعدين بقى بعد ما تتسبك تنزلي عليها بقى بالتوابل بتاعتك. وأقول لكم برضو أنا بعمل إزاي الرز صيادية بتاعي، برضو بعمله نكهة مميزة جدًا، 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 وزي المحلات بالضبط. الفيديو فيه أفكار كتير، كتير هتعجبِك. خليكِ معايا اتفرجي الفيديو للآخر هيعجبِك هتستفادي. ودي الفكرة التانية معانا، سمك مرجان. طبعًا الفكرة بتاعة السمك وصلت إن إحنا بنسبِّك وحبيت أوريكِ التسبيكة بتاعة السمك. تعالوا بقى في الفكرة التانية. معايا بقى مرجان، كلنا عارفين المرجان طعمه حلو أوي، سمك بحر جميل جدًا ومميز. تعالوا أقول لكم بقى أنا باحبّش السمك بتاعي بإيه، بمعلقة من الدقة بتاعة السمك، بتدّي نكهة حلوة أوي، أوي، أوي للرز الصيادية. بعد ما باحمّر البصل واشوّح فيه الرز كده، وانزل بقى بمعلقة من الكزبرة على الشطة على الكمون، ومعلقة من الفلفل الأسمر، ومعلقة، هي دي الدقة اللي أنا باعملها بتاعة السمك.
ومعلقة من الدقة باحطها على الرز، بتخلّي الرز طعمه حلو أوي وريحته حلوة أوي، أوي. جرّبوها بجد هتعجبكم. بُصّوا السمك ما شاء الله شكله حلو إزاي، ويفتح النِفس ما شاء الله، جميل. جرّبوا الأفكار دي هتعجبكم أوي، أوي، أوي. لو أنتم لسه معايا أنتم أحسن ناس. بُصّوا السمك ما شاء الله كده بعد بقى ما شرب من التتبيلة بتاعته، وعصر عليه ليمون كده وريحته ما شاء الله جميلة، وكنت شاطفاه كويس زي ما وريتكم في أول الفيديو. وبقى السمك بقى والرز والسلطة البلدي بقى بالبصل، طعمها كان يجنن والأكل كان ما شاء الله يفتح النِفس. ودي كانت تاني فكرة معايا للسمك. دي تالت فكرة، سمك في صينية بطريقة حلوة أوي، أوي. بُصّوا ما شاء الله الصينية طالعة تحفة. الصينية دي لو جبتيها من برّه هتعمل معاكِ الشيء الفلاني، لو عملتيها في البيت مش هتكلّفِك حاجة خالص، خالص، وأنا هاقول لِك على كل التريكات إزاي تطلّعيها معاكِ juicy وفي نفس الوقت طعمها وريحتها تحفة، تحفة، تحفة. يعني مش عايزة أقول لكم وأنا باعملها ريحتها كانت جايبة آخر العمارة، ما شاء الله كانت جميلة أوي، أوي. معلقة بقى من التوم، ومعلقة من هريسة الشطة، ومعلقة من الملح، ومعلقة من بهارات السمك. هنقلّبهم مع بعض كويس زي ما أنتم شايفين. وبقى معايا الخضار بتاعي زي طماطم، بصل، فلفل، حزمة من البقدونس، كل الخضار ده بقى مغسول كويس، كويس أوي. هنجيب بقى الصاج بتاعنا ونقطّع كل الخضار ده حلقات زي ما أنتم شايفين، وهننزل عليه بقى بالدقة اللي إحنا عملناها. على فكرة لو أنتم عاوزين تفريز تفريزات رمضان أو تفريزات الفلفل هريسة الشطة، كل الحاجات دي هتلاقوني مثبّتاها عندي في الفيديو اللي قبل دوّة. تفريزات رمضان، كل التفريزات موجودة عندي على القناة. أي حاجة عايزين تتفرّجوا عليها هتلاقوها عندي موجودة على القناة، أنا مثبّتاها. بُصّوا بقى هابدأ أضيف بقى الدقة للخضار زي ما أنتم شايفين اللي أنا قطّعته. أنا ما حبيتش أطوّل عليكم، قطّعته يعني عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. هاقلّب بقى كل الحاجات دي بقى مع بعضها عشان أدخّل كل المكونات في بعض والتتبيلة تشرب من بعضها كده زي ما أنتم شايفين. هادعك كل الكلام ده ببعضه. ريحته بقى ما شاء الله، ما شاء الله ريحته تحفة من وأنا باقلّبه كده ريحته تحفة. طبعًا المعلقة مش هتنفع، أنا هاسيب المعلقة خالص هاضيف بقى التوابل بتاعتي، بهارات سمك، كمون، كزبرة، شطة، فلفل أسمر، ملح طبعًا. حبّة زيت، لازم الزيت علشان خاطر طبعًا السمك ما يلزقش معايا. هاركن بقى المعلقة دي بقى على جنب، وهاشتغل طبعًا بإيدي. أنا إيدي بابقى غاسلاها كويس، كويس أوي قبل ما أبدأ أطبخ. لازم بقى طبعًا بانزّل المَيّة بتاعة الخضار كده علشان لمّا أتبّل السمك يشرب بقى من التتبيلة كويس أوي، وباحاول أسيبه نُص ساعة كده في التتبيلة قبل ما أحطّه في الفرن. يعني طبعًا باعمل الأكل من قبليها علشان يبقى معايا وقت إن أنا أعمل. والسمك ما شاء الله بُصّوا زي ما أنتم شايفين ما شاء الله نضيف خالص، خالص. بُصّوا بقى هادخّل التتبيلة في السمك. أنا كان معايا 4 سمكات كبار، مغسولين طبعًا ومنقوعين كويس أوي من قبليها. ودي طريقة برضه تالتة للسمك. اللي مش عاوزة تعمله مشوي تقدروا تعملوا بأي طريقة من الطرق اللي أنا قُلت لكم عليها.
كل الطرق جميلة جدًا، جدًا وهتعجبكم، بألف هنا وشفا يا رب للي كَل حاجة. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. أنا أختكم ياسمين، باحبكم في الله ومستنية دعمكم ليّا يا رب. ربنا يكرم كل اللي بيتفرج عليّا. أتمنى إن أنا بافيدكم لو بفكرة واحدة صغيرة تكونوا بتستفادوا منها. هابدأ بقى أتبّل بقى خلاص السمك كده اتبّل معايا، هادّي له بقى رشّة برضه من الزيت، وهاقطّع حلقات الليمون وأحطها على الوش، وبعدين هادخّله في الفرن بقى على درجة حرارة 200 لحد ما يبقى يستوي وياخد الوش الجميل اللي أنتم شفتوه في أول الفيديو. بس كده عملنا صينية السمك، ودي كانت تالت فكرة معانا. يا رب الأفكار تكون عجبتكم واستفدتوا منها. ما شاء الله بصوا السمك شكله حلو ازاي، وبعد ما استوى بصوا بألف هنا وشفا، ما شاء الله كان جميل قوي قوي ومش ماسك في الصينية. الصينية بصوا نضيفة خالص من تحت ازاي، والحشو بتاعه بقى بيتاكل كده بالعيش، حاجة يعني تحفة. شير كتير 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 بقى للفيديو. يلا أشوفكم على خير فيديو جديد من مطبخ ياسمين. دمتم بخير إن شاء الله بإذن الله. لو انتوا لسه معايا انتوا أحسن ناس. ما تنسوش بقى لايك للفيديو وشير لو عجبكم الفيديو. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة يا ريت تشتركوا في قناة مطبخ ياسمين. باي باي.